سورة الملك مكية. من مقاصد السورة إظهار كمال ملك الله وقدرته بعثا على خشيته وتحذيرا من عقابه. التفسير: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تعاظم وكثر خير الله الذي بيده وحده الملك وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت وخلق الحياة ليختبركم أيها الناس أيكم أحسن عملا وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الغفور لذنوب من تاب من عباده. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق 7 سماوات كل سماء طبقة فوق ما قبلها دون تماس بين سماء وسماء، لا تشاهد أيها الرائي فيما خلق الله أي تفاوت أو عدم تناسب. فارجع البصر هل ترى من تشقق أو تصدع، لن ترى ذلك وإنما ترى خلقا محكما متقنا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر مرة بعد مرة يرجع إليك بصرك ذليلا دون أن يرى عيبا أو خللا في خلق السماء وهو كليل منقطع عن النظر. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا أقرب سماء إلى الأرض بنجوم مضيئة وجعلنا تلك النجوم شهبا ترجم بها الشياطين التي تسترق السمع فتحرقهم، وهيأنا لهم في الآخرة النار المستعرة. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم يوم القيامة عذاب النار المتقدة وساء المرجع الذي يرجعون إليه. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا طرحوا في النار سمعوا لها صوتا قبيحا شديدا وهي تغلي مثل غليان المرجل. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. يكاد ينفصل بعضها عن بعض ويتميز من شدة غضبها على من يدخل فيها. كلما رميت فيها دفعة من أصحابها الكفار سألتهم الملائكة الموكلون بها سؤال تقريع: ألم يأتكم في الدنيا رسول يخوفكم من عذاب الله؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قال الكفار بلى قد جاءنا رسول يخوفنا من عذاب الله فكذبناه وقلنا له ما نزل الله من وحي، لستم أيها الرسل إلا في ضلال عظيم عن الحق. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال الكفار لو كنا نسمع سماعا ينتفع به أو نعقل عقل من يميز الحق من الباطل ما كنا في جملة أصحاب النار، بل كنا نؤمن بالرسل ونصدق بما جاءوا به ونكون من أصحاب الجنة. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فأقروا على أنفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا النار، فبعدا لأصحاب النار.
ولما ذكر الله صفات أهل الكفر وجزاءهم عقبها بذكر صفات أهل الإيمان وجزائهم فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخافون الله في خلواتهم لهم مغفرة لذنوبهم ولهم ثواب عظيم وهو الجنة.